الجوافه ما ينفعش سم. عايزه ايه؟ الجواف ما ده خلاص، ده صدرك يا روح. لا ما ينفعش. يعني ايه؟ هنموت بعض انا وانت ده على من الصبح، الجواف. الصبح قلت لك ايه؟ هموت وانزل للراجل ده، وما صدقت خالف معايا. انت بتعملي ايه للجوافه؟ هعمل ايه؟ اه هاكل انا ومتابعين. انت لوحدك؟ انت عايز ايه؟ انا في ايدي على نفسي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بغسلها اهو مع اني مش بحبها مغسوله، بس بعد جرثومه المعده اتعلمت الادب. صلوا على الرسول، قول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تسلم ايدك يا خالد. طب هي دي تلزمني؟ لا 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 تلزمني. طب عيني راحت فيها. معلش. هتغسلها هنا ولا هناك؟ خدوا روح اغسلي هناك. صلوا على الرسول. دايما ايامكم كلها اعياد وافراح ومناسبات حلوه. يلا بينا ندعي لطلاب الثانويه العامه بدعوه بظهر الغيب بان ربنا يوفقهم وينجحهم ويجبرهم جبرا يتعجب لهم اهل السماء واهل الارض. ودعوه مميزه لخالد او طلاب الشهاده الاعداديه بان ربنا ينجحهم ويوفقهم عشان خاطرنا يا رب، عشان خاطرنا يا رب. احنا غلابه، هم لا بيذاكروا ولا عايزين ينجحوا. فطبعا طلاب الثانويه العامه بيتوتروا وبيتضغطوا نفسيا اكتر من المذاكره. فعايزه اقول لكم ما تضغطوش على اولادكم. تاخدي حته بنت اهو. هي كده كده عيني فيها. هو احنا عندنا حد في ثانويه عامه السنه دي؟ لا عندنا. خدي روحي بالهنا والشفا. مريم. ده روعه. لا يا حبيبتي هاكل منها بالهنا والشفا. والنبي زهقت. ما تحلفيش عليه الصلاه والسلام. لا هاكل من هنا اهي. لا عندنا الحمد لله. بصي انا بقول لك وبقول يا رب. فمالاش نضغط ولادنا، نسيب ولادنا يذاكروا اهم حاجه، ونقول لهم ذاكروا ونعرفهم ان لكل مجتهد النصيب وهتجيب على قد تعبك. كنت بقول لعمر كده، وعايزه اقول لكم مجموع عمر كنت قايله له عليه من قبل ما يجيبه. حصل ولا لا؟ ولدرجه اني حطيت له تارجت مبلغ انه لو زاد عن ده هديهوله. بس انا عارفه يا عمر انك هتجيب كذا. ليه يا ماما كده؟ قلت له عشان هو ده تعبك وهو ده اللي انا شايفاه ان انت تستاهله. وبالفعل بالدرجه اللي انا قلته حصل. نبيني. انا اتنبأ لك؟ لا انا مش هتنبأ لك. انا عايزه اقول لك انت لو ما جبتش اللي انا عايزاه واللي يرضيني هجيبك من شعرك قدام المتابعين. المهم خلينا في الجوافه. الفيديو النهارده فيديو مميز. ليه بقى؟ الناس ما ناس كده تاخد حاجه من ايدك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ نبدا الفيديو. ما هو فيديو جوافه. شمين الريحه. كنت كلتها تحت في الضلمه. سؤال بقى. لا ما تبصيش. لا بص. عايز بابا عايز يا ابو كريم. احلى حاجه انت مش بتحب الجوافه. صلوا على رسولنا الكريم ودعوه حلوه من القلب. ويلا ندعي لدعاء اختي بالرحمه والمغفره. ربنا يرحمها ويغفر ليها ويسكنها الفردوس الاعلى ويطعمها من ثمار الجنه. حرفيا انا زي ما قلت لكم كده في الفيديو بتاع امبارح، انا مسافره الصبح كانش ينفع اسيب البيت كده والله، ولا نقطه ملح. اخر حاجه خلاص خلص، يعني الباك بتاعت الملح اترمت، ولا كيس سكر. اخر حاجه اللي في السكريه. وقيسوا بقى على كده ولا زيت. والقلايه بصوا فاضيه بقى لها اسبوع. مش يعني مش بقول كده ان انا ما معيش فلوس، لا الحمد لله. انا بقول كده كسلانه اروح السوبر ماركت. فعملت ايه؟ رحت جبت زيت 344. في انواع ب 477 صح كده؟ بس بس كان انا حاجه جبت تانية دول الاثنين خالص. بنفس الثمن. دي 4 لتر ونص، بحبها بتعجبني، بحط في القلايه وبفضل استخدم منها شهر ونص كمان. جبنا ازازتين. بصوا الميزه هنا من مشتريات الشهر انك عايزه تعملي اي حاجه في اي وقت. دخل عليكي اي ضيف عندك كل حاجه في البيت، عيل نفسه في كوبايه نسكافيه، دخل عليكي حد بيقول لك هشرب لاتيه، اشرب نسكافيه، اشرب موز باللبن، هتلاقي عندك ازايز اللبن وبتتحط بره الثلاجه عادي. لو بصي يا خالد بس مش هتلاقي عندك مين. مسحوق. خد بقى اغسلي تحت بتاعك. استغفر الله العظيم يا رب. بصوا مسحوق. مش ديت بقى. ده جبن خلاص. استنى ما انا مش هينفع انا افكه. خدي يا خالد. هو ايه اللي جابه هنا اصلا؟ دي كان فوقيه. استنوني بقى. ده ربع جبن او اكتر من ربع بشويه. تمام. هنرمي كده في الارض عشان ايه؟ كيس المسحوق اتفتح وتقريبا بهدل الحاجه يعني. الحمد لله ربنا يستر وما يبقاش في حاجه تاني. بصوا كمان دي الناس اللي بتقول لي لافاش كريم مقاطعه، لا مش مقاطعه يا جماعه.
ماشي كده. خلينا نقول ان احنا كده جبنا حليب، جبنا 3 ودي جبنه. مفيش حاجه الحمد لله. ما تجيبي يا خالد اللبن الصوت دي. دي كمان؟ جبت ازازتين بس خل، لان الحاجه الوحيده اللي موجود منها عندي هو الخل، فجبت 2. جبت ملح للاكل وملح لغسيل الحاجه. جبت سكر. اساسيات البيت كل مره هقول لكم، امي اللي علمتني كانت تقول لي تطلعي السوق اهم حاجه تطلعي من مصروف الجزء للتوابل، لازم بيتك يبقى فيه توابل بهارات يعني. تطلعي من مصروف الجزء للرز، لازم بيتك يبقى فيه رز، جيبي رز الاسبوع كله. والملح كانت تقول لي الملح والدقيق والرز والبهارات لازم يبقوا موجودين في البيت، طبعا بخلاف الحاجات التانية. طب دول ليه لازم يا ماما؟ كانت تقول لي طبعا لو عملتي حبه رز وحبه سلطه لاولادك هياكلوا، لو عملتي شويه كوبايه شاي وبعتي جبتي بسكوتيه هتاكلي. ففي اساسيات لازم تكون موجوده في البيت. اول ما بتخلص من البيت تحسوا ان البيت بقى كل حاجه فيه فاضي وبتصرفي كتير، يعني اللي هو ايه، مصروفك زاد الضعف. يعني لو بتصرفي 200 في اليوم هتصرفي 400 مقابل ان الحاجات دي خلصت من البيت. جبت سكر يعني ايه دي، جبت عدس عشان ما كانش عندي، جبت فاصوليا لسه عامله لوبيا ما رضيتش اجيب، وده ملح بغسل منه للطيور بنعمل منه المخللات. وطبعا ما عنديش ولا نقطه ملح لا من ده ولا من ده. تقريبا مرتين 3 خالد ينزل يشتري لي دقيق، فجبت 3 اكياس دقيق. يعني بجيب دقيق ساعات بعمل قرص بعمل حاجه، المره دي مش هعمل فجبت دقيق برضو ايه يبقوا موجودين في البيت. انا اشتريت مرتين زيت. جبت صلصه، جبت 3 برطمانات حلوه وما بتحصلهاش حاجه في التلاجة، وبتخليكي لو ربع كيلو طماطم مع معلقتين من دي تعملي طبخه كامله. معكرونه. وساعات كنت بسيب ايطاليانو وبروح، على فكره الاثنين شركه واحده، وبروح لروجينا علشان سعرها اقل. النهارده لقيت روجينا ب 35 جنيه ب 54 جنيه. ايوه الكيلو ب 54 جنيه ودي ب 53. جبت ايطاليانو وتاني هما الاثنين شركه واحده. جبت كيلو اقلام وكيلو مرمريه و2 كيلو شعريه عشان انا اتمرمطت من غير الشعريه. ودي ستريتش راب جبتها كده، البت نور عايرتني امبارح ان انا ما عنديش، هي وخالتي عايروني وانا والله عندي تحت السرير عندك كبير، بس انا قلت ارضي غروري واجيب عشان ما حدش يعايرني. افتكرت لسه شايفها في اوضه كريم صح كبيرة. كده كبيره جدع، عندنا قد كده. بصي بس انا ما بحبش حد يعايرني في حاجه، ما بحبش احس ان انا ست فاشله وما عنديش حاجه في البيت. اجيبها لك؟ روح هاتها عشان انا بقى اللي عايرها دلوقتي. بقيت جبن الفطار، جبت حلاوه طحينيه اكياس للقمامه، وجبت دول تبقى غدوه، يعني الواحده نفتحها غدوه مش زي ما بجيب صغير للفطار. طب تعالى بقى، تعالى يا ناصرني. دي بجيبها سخنه. بصي يا نور، خد لها صوره عشان ابعتها لها. بصي يا نور عندي اهو. يا ابو كريم بالله عليك انا عايزه البتاع بتاعتها، الله يسترك دنيا واخره، لا تسلم عينيك. ليه بقى؟ انا مش بعرف اطلع منها كده. وهم امبارح عيروني يا سيد وزلوني والله العظيم. نور هشيلها فوق راسي، يعني ينفع نور تذلني وتقول لي بعتيلي يا اختي بتاعت ستريتش؟ لا على دي. لا انا بتكلم على بتاع الستانلس. ايوه انا عايزاها عشان انا اذل نور، هي بتذلني انا اذلها. انا قلت لها والله هاتي لي واحده لنور، اقول لي هي اللي بتتعلق دايما. على فكره احنا عندنا بتوع المطعم ممكن نجيب واحده دلوقتي عادي متابعيني عارفين انا ما بجيب حاجه ما بخبيش عليهم، اللي بشتريها بقول بشتريها واللي بشحتها بقول بشحتها. اهي ست نور. ينفع ارجع بقى دي؟ خليها هتنفع. هتنفع مش لما دي تخلص. ماشي. والطحينه بنجيبها سخنه مولعه. وادي بقيه الملح ودول حاجه خالد، كمون وفلفل وكزبره وفلفل اسود. انا عندي بقيه البهارات اهو، ربع من كل حاجه، ولا في واحده بتاعت بابا من الفرن. خالد جايب اندومي. شوفي الكاميرا الثانيه دي مش ليه؟ جبت بن عشان ابو كريم بيقعد يقول لي مفيش بن. وده الشاي رز جزر. جايب كيلو بن. جايب كيلو؟ اه هو فين؟
عندي ده أنا لسه جايبه امبارح. قول لي بسيب لي كده ورقه مكتوبه انا جايب لك كيلو بن. طب هو فين؟ البرطماني الاسود كبير ده. طب استنى بقى. انا خلصت دي نص تقريبا او ربع. هو فين؟ الاسود الاسود. ايوه زي ده كده، واحد زي ده. ازاي يعني معقوله خلص؟ اهو يلا. كويس. مش حلو. اقسم بالله جايبه من المطحنه. ما هو بن المطحنه اللي انت كنت جايبه قبل كده عامل زي التراب، مش حلو. وجبنا شاي روز جاردن وجبنا نسكافيه روز وانا جاردن. جاي طلعت العين. خليك زي ما انت، كيلو زي ما 600. فين اكرام الضيف؟ ضيف مين؟ هو ده انا اللي ضيفه. تحدفي بيقول لي عليها؟ اكرم الضيف. جبت بقى. والله فين اكرام الضيف بتحدفي عليها؟ عايزه اقول لكم وانا بنت ما كنتش بستخدم غير بانتين ده. بانتين بروفي ضد القشره، ضد الفار، ضد الحشره، بص كل حاجه. ضد القشره ضد الفار. عيني. هي وصلت لكده؟ بعايرك، هو انت في حشرات عندك؟ لا يا ستي لا. ماشي. ده شامبو لخالد، بستخدم الشامبو بتاعي ينشف شعر. وده اللي اسمه ايه؟ اسمه ايه يا اختي؟ غسول الفم. غسول فم يومي. لا انا عايزه اقرا اسمه. كل منت حطيه كده في وشي. اهو. وجبت مذيب دهون عشان اللي عندنا خلصان لحد ما اطلب من فريش. كده تقريبا كل حاجه بقت موجوده في البيت اهو. مفيش والله، زدوا مفيش. شويه كرتون. طب وريهاني كده. انت عماله تجيبي حاجات موجوده. خلي لا انا بالك. دورت انا وام ايمان ما جبتي لقيناش. بن وفي بن، جبت ستريتش حتى وفي خلصان من ستريتش. المطعم كمان. يا حبيبي مفيش حاجه بتخسر، طول ما هي حاجه للبيت ما بتخسرش. الحاجه بزياده احسن. الجوافيه دي مش حلوه، انا عايزه جوافيه. خد اهو، ده لسه كفافتين. ما ببصش في الجوافه، خلي بالك. انت ما بتبصيش، انا ببص. الجوافه والتين لازم ابص فيهم. هتبص ليه؟ تين انهي عشان في هي انا هاكلها. التين البرشوم. هتبص ليه بقى؟ يا هاكلها. حتى لو فيها حاجه هتاكليها. عادي، ما انا بعمل نفسي مش شايفه ومش فاهمه. لا اله هتلاقيها الا الله. بيجي. الجوافة. انا عارفه ان انت ما بتشوفي الجوافه ملقاش، بس ما ملقاش. مفيش يا حبيبي، خلصان والله. عمالين يشوقوني بالجو. وجبت كرتونه بيض. ويفضل لما تجيبوا بيض من فتح الله بصوا على تاريخ الصلاحيه، ولازم يكون انتاج اليوم. ده امبارح ما لقيتش. امبارح يعني الجو برد. ده بجيبه لو تاريخ معدي عليه 24 ساعه في الصيف بيطلع نصه بايظ وبرميه. فدايما ببص على تاريخ الصلاحيه، دي اهم حاجه. وكده نقدر نقول ان كل وجبت المسحوق. استنى هقول لكم. ان شاء الله كنت بجيب ده ب 420، النهارده جايباه ب 499. دي حلوه. جايباه ب 400 وكام حاجه؟ 99. 99. نحافظ بقى، نحافظ بقى على المسحوق. نحافظ. يا رب اسمعي الفيديو. ثلاجات على فكره الجوافه دي. لا ثلاجات اهي. والله يا ابو كريم على راي خالتي، هي مش لو ثلاجات، هي لو بايظه هناكلها. مزوده. مش عارف. هو اصلا في جوافه دلوقتي. هاتي. مفيش. يعني حلو. سكر. سكر. جوافتي احسن. افرك الكاميرا عشان الناس كده هيعملوا بلوك. انت مشغله.